السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. دلوقتي أنا الفيديو ده مختلف شوية عن الفيديوهات اللي فاتت. أنا عايزة أوريكم أنا بمشي الميزانية ازاي، لأن لقيت دي مشكلة هي كانت بتقابلني أنا شخصيا، والحمد لله مع التعود كده وبمرور السنين يعني بنلاقي إنه خلاص اتعودنا وعرفنا بنمشيها ازاي. فأنا أقول لكم طريقتي، اللي حابب طبعا يمشي بيها يمشي، اللي مش حابب يعني كل واحد عارف ظروفه ايه وعارف عدد افراده ايه وعارف ايه اللي يناسبه وايه اللي ما يناسبوش. فانا بمشي الميزانيه بتاعتي كل 15 يوم. كل 15 يوم بعمل منيو الاكل والشرب. بصراحه مش بعمل اللي هو في ناس ما بيقولوا مثلا هنعمل ميزانيه 500 جنيه، وبعدين لما تيجي تخشي تشوفي تلاقي ان ال 500 جنيه دي بس هما جايبين اللحوم من اول الشهر. فانا هقول لكم ميزانيه ال 15 يوم بكل حاجه، باللحمه بقى، بكل حاجه بكل حاجه. تمام. فانا دلوقتي بعمل لنفسي، ببقى عارفه ان انا في ال 15 يوم دول المفروض ان انا هصرف 2000 جنيه. 2000 جنيه دول اكل، فطار وغدا وعشاء، باللحوم بكل حاجه، بالفاكهه بكل حاجه. تمام. فانا بعمل ايه؟ بعمل منيو الاسبوع الاول ومنيو الاسبوع التاني. اهم حاجه في المنيو بالنسبه لي هو البروتين، سواء بقى بروتين نباتي او بروتين حيواني، بس ما ينفعش يوم يعدي من غير بروتين، لانه احنا مش عايزين ان احنا نوفر بس على صحه اولادنا. كده كده زي ما انتم شايفين انه مش كل الاكل مفيد يعني، وهما بياكلوا حاجات كتير شيبس وحاجات كده، فدي حاجات مش مفيده. فاللي بيصرفوه في الشيبس والحاجات دي لا، احنا نجيب بيه حاجات تفيدهم وتغذيهم. وكمان نوعي اولادنا باهميه الاكل الصحي، انه لازم انه الاكل بتاعك يكون صحي. نفهمهم الاكل الصحي والاكل الغير صحي عشان يعملوا كده عن اقتناع، ما يبقاش مجرد ان احنا بنمنعهم وخلاص. المهم نبقى نتكلم في الكلام ده في فيديو تاني، احنا دلوقتي بس بنتكلم في النقطة اللي هكلمكم فيها. فانا دلوقتي مثلا في ميزانية ال 15 يوم انا قلت ان انا هصرف 2000 جنيه. فانا بعمل المنيو بتاعي بالحاجات الاساسية اللي فيه، بطلع حاجات الفطور لوحدها، وبعد كده ببدأ اشوف الغدا واشوف هعمل ايه. خلاص. فانا بالنسبة لي في الفطار بجيب كام حاجة كده. طبعا الورق ده انا بقطعه عشان باخده معايا السوق وكده بيتمرمط معايا يعني. المهم دي مثلا الفطار، اهو مشتريات الفطار. تمام. فبجيب كرتونة بيض بتمشيني الاسبوعين، بجيب ب10 جنيه فول لان احنا ملناش في الفول قوي بسبب القولون وكده. بجيب جبنه قريش بس بجيبها نظيفه، مش بجيبها بصراحه من الناس اللي بتقعد، لانه الحاجات دي غلط خالص يعني. بجيب جبنه مثلا، اجيب مثلا ال 15 يوم دول هجيب كيري طبيعي، ال 15 يوم التانيين مثلا هجيب تركي، يعني ايا كان. وبجيب حبه حاجات من الفرن بتعمل معايا 75 جنيه. بجيب مثلا ربع بقسماط طويل، على ربع فايش، على ربع منين اللي هي القراقيش يعني. وبجيب بعمل حساب اللبن كمان، خلي بالكم، وبعمل حساب حتى الشاي، بحيث ان انا الميزانيه كامله، مش اللي هو بنضحك على بعض وبنقول هو ده والله ب 500 جنيه همشي نفسي، والاقي نفسي ناس اجيب خضار بس، ده فين الفطار والغدا والعشاء؟ يبقى مش ميزانيه دي. تمام. طيب انا النهارده هتكلم في حاجه معينه، اللي هي اللحوم اللي انا محتاجاها واللي نزلت جبتها خلال الاسبوعين دول. فاللحوم اللي انا نزلت جبتها، جبت كيلو اجنحه. انا اولادي بيحبوا التشيكن وينجز جدا جدا، يعني بيبقى عندهم عيد يوم ما نعمل التشيكن وينجز. فجبت كيلو اجنحه، جبت 4 اوراق بس بيكونوا كبار شويه عشان دول هيقعدوا معايا يومين. وجبت نص مفروم ونص صدق. النص مفروم والنص صدق عليهم عرض عاملين 175. وجبت كيلو بانيه، الحمد لله لقيت اتفاجئت ان هو نزل بقى ب 190.
وبعمل حسابي 200 جنيه في الاسبوعين، اسبوع 100 واسبوع 100 اسماك. بس انا السمك ما بجيبوش واشيله، انا صراحه السمك بحبه طازه، يعني ان انا اجيب السمك طازه واشيله في الفريزر واطلعه انا ما بحبش كده. خلاص. طيب لو حابين برضو ان انا اشارك معاكم المنيو بيقولوا لي نشاركوه في فيديو تاني ان شاء الله باذن الله. تعالوا بس اقول لكم الحاجات اللي انا جبتها دي. دول الاربع اوراق اللي انا جبتهم اهو. طبعا لسه هنغسل الحاجات دي ونشيلها وكده. وان شاء الله هبقى اعمل لكم فيديو ازاي بطلع من كل حاجه منهم وجبات، ايه الوجبات اللي بطلعها، بحيث ان احنا كل يوم في بروتين نباتي حيواني، بس لازم كل يوم بروتين، لان انا ببني اطفال، ببني جسم اطفال، ف هتسأل عليها. لو انا في امكانيتي اجيب وما جبتش عشان اوفر مثلا او اشيل، لا ما ينفعش. احنا نوفر وكل حاجه بس ما نجيش على صحه اولادنا. فالاوراق دي هتعمل معايا وجبتين. انا عندي اساسا دبوسين في التلاجة في الفريزر، فهطلع الصفح اللي هي دي، هعمل منها طبيخ، وده هيقعد معايا يومين. وهطلع الدبابيس وهعمل بيها بروستد، وتبقى يوم تالت. يبقى انا كده طلعت من هنا 3 وجبات. خلاص. طيب ده بالنسبه للاوراق، هنعملوها مع بعض برضو ما تخافوش، هقول لكم بتبلها ازاي وبشيلها ازاي وكل حاجه. ده بالنسبه للاوراق. تعالوا بقى هنا، انا جبت كيلو بانيه، انا بحب البانيه جدا. البانيه انا بجيب الكيلو بطلع منه 3-4 وجبات. هنشوف ان شاء الله باذن الله الفيديو الجاي ازاي بطلع من البانيه ده 3-4 وجبات من بانيه، بس من كيلو بانيه. تمام. وجبت كمان زي ما قلت لكم كيلو اجنحه، دي بشيلها بديها لقطتنا القطه بتاعتي. وده كمان بشيله، وبيتبقى ده وده بقطعهم وبعملهم تشيكن وينجز، وهوريكم برضو بعمله ازاي ان شاء الله الفيديو الجاي. وجبت ادي نص الصدق. نص الصدق ده طبعا لازم تجيبوه من مكان مضمون، يعني الصدق لو مش من مكان مضمون تبقى مش عارف ايه اللي جواه. مكان مضمون بنجيب منه الصدق، اعمل منه وجبتين. مره هعمل بطاطس بالصدق وجبه، ومره تانية هعمل مكرونه بالصدق، ودي كده وجبه تانية. والمفروم ده انا بطلع منه وجبتين، النص كيلو. كنت عامله فيديو قبل كده معاكم وريتكم النص كيلو ازاي طلعت بفتيك الكداب، عملته مع المرتين طلعوا معايا ما شاء الله 16 قطعه. ارجعوا على الفيديو شوفوا. نص خدت 8 ليوم عملت معاه مكرونه، وال8 التانيين ليوم تاني عملت معاه محشي. المره دي عشان بفتيك الكداب مش كل مره هنطلع منه وجبتين مختلفين. خلاص ان شاء الله باذن الله الفيديو الجاي برضه هنعمله، يعني هنعمله التجهيزات دي كلها مع بعض الفيديو الجاي باذن الله. وزي ما قلت لكم الاسماك ما بحبش اجيبها واشيلها في الفريزر، السمك لازم يكون طازه بالنسبه لي. يعني انا بالنسبه لي السمك طازه، ولازم كمان اللي بجيبه منه يكون شخص معروف. وبجيب سمك طازه. بجيب بولتي مثلا في اسبوع، والاسبوع التاني بجيب مثلا بلاميطه، بجيب يعني على حسب اللي موجود عند الراجل واللي انا شايفاه مناسب وكويس. دي كده كانت ميزانيه اللحوم بس. ان شاء الله باذن الله لو حابين ان انا اقول لكم بقيه الميزانيه وبقيه الحاجه ابعتولي وقولولي، هعمل معاكم ان شاء الله باذن الله ميزانيه الاسبوعين كاملين. انا بس قلت اشارككم حاجه بسيطه كده، واشوف فعلا الموضوع فارق معاكم ولا لا. ما تنسوش بس لو عجبكم الفيديو تدعموني باللايك والشير والسبسكرايب، ده بيشجعني جدا وبيخليني اعمل فيديوهات اكتر. وادعولي بقى ان ربنا يقومني بالسلامه. اشوفكم على خير ان شاء الله في الفيديو اللي جاي. مع السلامه يا حبايب قلبي.